السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في يوم جديد من أيام طباخة مصرية. النهاردة إن شاء الله هنتعرف مع بعض على مشترياتنا النهاردة بالأسعار، وهنتعرف مع بعض إزاي نحول مصروفنا اليومي لمصروف أسبوعي والأسبوعي لشهري، وإزاي نقدر نملى بيوتنا بالخير ونجيب خزين البيت كله مهما كان مصروفنا قليل. تابع معايا الفيديو وإن شاء الله تستفادي من أفكارنا النهاردة بإذن الله. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف يومنا النهاردة مش ازاي. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. مبدئيا كده أنا باخد مصروفي بالأسبوع مش بالشهر، بس حاولت أجمع لكم كده مجموعة من المقاطع علشان أجمع لكم كل مشترياتي الشهرية أو إلى حد ما الحاجات اللي أنا محتاجاها الشهر ده. فأنا هقول لكم أنا بمشي بيتي ازاي بالأسبوع، وبملى بيتي بالخير وبجيب كل اللي نفسي فيه على مدار الشهر. وهتكلم معاكم برضو ان شاء الله لاصحاب الميزانية اليومية، مش ناسياكم، بحضر لها فيديو قوي جدا، انتظروه وان شاء الله تستفادوا من الافكار بتاعتنا باذن الله. انا كل اسبوع كده باخد مصروفي وبجيب جزء من خزين البيت. انا دلوقتي جبت مكرونة. هتقولي لي جبتي المكرونة دي كلها من مصروفك الاسبوعي؟ هقولك انا متعاملة مع واحد في السوق وبجيب منه الحاجة اللي انا عايزاها وبديله كل اسبوع جزء. فلو تقدري تعملي حاجة زي دي تقدري تعمليها، ما تقدريش تقدري تجيبي كل اسبوع حاجة واحدة. انا جبت 5 اكياس مكرونة، جبت كيلو المكرونة ب25 جنيه، ودي من يعني مكرونة رويال، من اجود انواع المكرونة، زيها زي الملكة والانواع اللي هي الغالية. فانا بجيبها من عنده، يعتبر بالجملة ب25 جنيه، حلوة جدا. وانتي تقدري تجيبي اللي هي السايبة، لو تحبي تقدري تجيبي انواع اقل شوية من السعر بتاعها على حسب برضو مصروفك. وجبت كمان ربع عدس اصفر وربع عدس بجبة، كنت محتاجاهم، يعني لو احتجت على مدار الشهر عدس تاني هجيب، ما احتجتش يبقى هو الحمد لله الربع كيلو هيقضيني. كنت جايبة الكيلو يعتبر واقف على 50 جنيه، مش فاكرة بالظبط بقى الربع كيلو كان عامل قد ايه، 15 جنيه او 20 جنيه في الحدود دي. وجبت كمان ربع ذرة فشار للولاد. الفشار برضو يعني طول الصيف كده، بدل ما تدي ولادك فلوس يروحوا يجيبوا حاجات من بره، لا انا اجيب لهم ربع فشار ب10 جنيه او ب15 جنيه، اعمل لهم منه على مدار الاسبوع. وبكده هوفر لكل طفل، لو هديله 5 جنيه هيجيب سناكس من بره، طبعا غير يعني غير صحية تماما، وفي نفس الوقت ههدر في مصروف البيت. يعني مرة ترمس، مرة فشار، مرة شيبس بالبطاطس تعملها لهم في البيت، يعني هيوفر معاك كتير جدا. انا هنا قبل ما بروح اجيب الخزين بتاعي بفرز كده زي ما انا بوريكم، وبشوف انا عندي ايه وما عنديش ايه، بطلع كل الحاجة اللي موجودة عندي في الضرفة واشوف ايه اللي ناقص وايه اللي محتاجاه. فانا عايزاكي قبل ما ندخل بقى على بند التموين، عايزاكي تعملي كده بالظبط، تفرزي خزين البيت بتاعك وتشوفي ايه اللي محتاجاه وايه اللي مش محتاجاه، علشان ما تجيبيش حاجات وهي اصلا موجودة عندك في الاساس. بالنسبة للرز والشعرية أنا بجيبهم بالشكارة. الشعرية بجيبها سايبة شكارة 10 كيلو على بعض، بجيبها كنت جايبها آخر مرة ب190 جنيه، وطبعا في الشكارة فيها وفر كتير جدا. الرز برضو بحب أجيبه بالشكارة، بيقعد عندي برضو مدة كويسة، وبجيبه يعني بجيب أجود أنواع الرز، أنا بحب النوعية دي من الرز، وقلت لكم قبل كده في الفيديوهات اللي قبل دي. فعلشان كده انا الحاجات دي موجوده عندي، وهتكلم معاكم بالتفصيل ازاي باخد مصروفي بالاسبوع وبقدر اجيب شكاره شعريه وشكاره رز. هتكلم معاكم ان شاء الله بالتفصيل، بس معرض عليكم المشتريات اللي انا جبتها عشان الفيديو يعني ما يمشيش مني. هنتكلم مع بعض على التموين. انا بجيب التموين، بجيب 4 اكياس سكر، احنا 3 افراد في البطاقة، بجيب 3 سكر اللي هو المدعم، وبيدوني الكيس اللي هو ابو 27 جنيه. 4 اكياس سكر حلو جدا وبيقضوني طول الشهر، بحاول امشي اموري بيهم يعني. وباخد كمان 3 زيت، الزيت ده بخليه للقلية، واوقات كده بستعمله في المعجنات والمخبوزات، بس مش دايما يعني ما بيكونش الزيت التاني ده متوفر عندي. جبت زيت رويال، زيت الرويال ده لقيته كيلو كيلو، الازازة كيلو كيلو، وفي منها انواع كتير جدا. الازازة الكيلو ب55 جنيه، جبت 2، يعني حاولي تدوري على نوعية كويسة بسعر كويس. وعشان تتأكدي ان الزيت ده نضيف وطبعا مش مكرر من الزيوت اللي بتتباع، بتقلبي كده الازازة وتبصي عليها من القعر بتاعها، لو لقيتي فيه بقايا كده
سواد او حاجات زي كده، يبقى ازازة الزيت دي مهدرجة ومتعاد تصنيعها تاني، فما تجيبيش منها تاني. جبت كمان باكو شاي ب52 جنيه، وجبت كرتونة بيض كنت جايباها ب140 145 حاجة زي كده. وجبت كمان كيلو من الدقيق. احنا طبعا مع بعض عارفين ان انا بجيب شكار الدقيق على بعض، بس مؤخرا كده لما لقيت الدقيق اللي هو الاسمر القمح الكامل موجود وابتديت اعرف اجيب منه، فبقيت اجيب منه، وبقيت اجيب بس الدقيق الزيرو ده للكيكات، فما بقيتش اجيب شكارة زي الاول، بقيت استخدم الدقيق الاسمر اكتر. كنت جايبة برضو الدقيق الكيلو ب15 جنيه. جبت كمان الفول دوت، يعني ممكن بقى بصي هو الكيلو ب40 جنيه، تقدري بقى تمشيه فول تدميس، وعملناه مع بعض قبل كده، تقدري تعملي منه طعمية زي ما انت عايزة. وهنتكلم ان شاء الله برضو ازاي نوفر في بند الفطار، وهنتعرف مع بعض ازاي نعمل برضو الفول بتاعنا، وان شاء الله يعني في افكار حلوه جدا هتعجبكم. بس ادعوا لي كده ربنا يشفيني ويديني الصحه، عشان يعني كل ما القناه تقوم كده وكل ما اتشجع واشتغل يجي لي كده شويه تعب وارجع تاني من الاول وجديد. فبالله عليكم كده شجعوني وادعموني علشان اقدر استمر ان شاء الله. جبت كمان بيكنج باودر الكيس ب2 جنيه. جبت 5 علشان برضو لو حبيت اعمل كيكات بحطه في المعجنات والحاجات دي. بحب اعمل البيتزا بدقيق القمح الكامل بالبيكنج باودر من غير خميره على الطاسه كده، بتبقى تحفه جدا، وهعملها لكم ان شاء الله سهله وسريعه كده واقتصاديه كمان، ما يعني ولا وقت ولا مجهود. ان شاء الله ربنا يديني الصحه كده واعملها لكم برضو. والوصفات اللي جايه باذن الله هتعجبكم، فيها وصفات حلوه جدا، والافكار اللي جايه ان شاء الله برضو هتعجبكم جدا. الحاجات ديت ابتديت بقى احطها في مكانها. وهنا كده بقى ايه، بشوف يعني الفول دوت الكيلو ده هيقضيني الشهر كامل، مش هحتاج بقى اجيب طعمية من بره ولا فول من بره ولا الحاجات دي كلها. والزيت طبعا موجود عندي، والسمنة بنجمع اللبن انا بجيب اللبن علشان اعمل منه جبنة في البيت، ما بشتريش دلوقتي جبنة من بره خالص، لا بعمل الجبنة في البيت. بجيب اللبن وبغليه كويس جدا واحطه في التلاجة لتاني يوم، اطلع منه القشطة بتاعته، وبعد كده اروبه واعمله جبنة. او ممكن ادفي اللبن بس واعمله جبنه واشيل برضو الوش بتاعه. وعملنا دي بالتفصيل في فيديوهات برضو قبل كده. اللي لسه جديد على القناه يرجع ورا كده يشوف، في افكار حلوه جدا في الفيديوهات ان شاء الله هتعجبكم. يبقى انا دلوقتي ما بجيبش سمنه من بره علشان اللبن اللي انا بجيبه اعمل منه جبنه، او سواء الولاد هتشربه باخد الوش بتاعه. احنا بنجيب اللبن اللي هو من عند يعني اللبن اللي هو متاكدين منه، اللبن التقيل ده بجيبه بيبقى ما شاء الله الوش بتاعه تقيل، فباخد يعني جزء من الدسم، واللبن بيبقى لسه فيه خيره وبيبقى لسه فيه دسم، فبالتالي برضو بنستفاد منه. عكس بقى ما بتجيب جبنة قريش من بره، بتبقى سعرها طبعا عالي، وفي نفس الوقت بيبقوا شايلين منها كمية الدسم ما فيهاش دسم خالص. فبالتالي انا دلوقتي عندي السمنة وبجيب الزيت والدهن بجيبه برضو وبعمله معاكم. بجيب بقى 2 كيلو 3 كيلو 4 كيلو بيقعدوا معايا برضو يعني وقت طويل. الدهن بطبخ بيه، السمنة ممكن لشوية رز مع شوية زيت، وساعات بدخلها في الحلويات والمعجنات والحاجات اللي زي دي. هنا بوريكم بقى ازازة الخل دي. الخل دوت لو لقيتوا النوعية دي عندكم هاتوها. الخل ده كويس جدا، نقطة واحدة منه بمقام كوباية من انواع خل تانية، فالخل ده نوعية كويسة فهاتوه، يعني مركز وكده. كنت جايباها ب9 جنيه الازازة دي. تعالوا بقى نتعرف مع بعض ازاي نوفر في بند المسحوق. لو عندي غسالة فوق اوتوماتيك، انا عندي غسالة فوق اوتوماتيك. الغسالة الفوق اوتوماتيك احنا عارفين سواء الاوتوماتيك الكامل او فوق اوتوماتيك بيستهلكوا مسحوق كتير جدا. فانا بعمل خلطة كده يعني عجبتني جدا لما عملتها، انا شفتها عند واحدة ولما جربتها عجبتني وقلت اشاركها معاكم. جبت كيلو من الباهي، كيلو الباهي ده جايباه ب37 جنيه، وجبت كيلو من المسحوق السايب جايباه ب20 جنيه. وبوريكم هنا دي صابونة دوش سعرها 10 جنيه، برضو موفرة جدا. يعني بدل الأنواع التانية الغالية، لا بجيب الصابونة دي بتوفر معايا كتير. دي صابونة للوش، يعني لو حابة تبشري منها على المسحوق مفيش مشكلة، مش حابة اعملي الخلطة اللي أنا هعملها دي، بجد يعني هتعجبكم جدا وهتخلي الغسيل بتاعك حلو جدا بإذن الله. فانا بفضي بقى المسحوق بتاعي سواء الكيلو الباهي عشان ريحته حلوه وبينضف كويس زيه زي الاوكسي بالظبط، وبضيف عليه المسحوق التاني اللي هو مسحوق السايب. بقلبهم كويس جدا مع بعض، وبنزل عليهم بقى ب10 جنيه من الزهره البيضه. الزهره البيضه دي مش قادره اقول لكم بتنضف ازاي.
لكل الانواع بقى، للابيض للالوان لكل حاجه، بجد حلوه جدا. فبخلط كل المكونات دي على بعض، وبضيف لهم كمان معلقه كبيره من ملح الليمون ومعلقه كبيره من الكربونات. وتقدري تضيفي تزودي كميه الكربونات وملح الليمون، يعني بدل معلقه كبيره تقدري تضيفي ربع كوبايه من ملح الليمون ومعلقه كبيره من الكربونات، لو انت حاسه برضو ان الهدوم بتاعتك مش بتبقى نظيفه قوي. فالزهره البيضه مع المسحوق مع البيكنج صودا اللي هي الكربوناتو وملح الليمون، سحر سحر سحر. وكمان هنضيف اضافة حلوة جدا هقولها لكم برضو واحنا شغالين كده مع بعض، برضو بتخلي الهدوم متعقمة ونضيفة وزي الفل بإذن الله. فانا بقى هضيف كل المكونات دي، ويلا بقى مع بعض كده لو وصلنا لحد هنا في الفيديو يلا ندعي لاخواتنا في فلسطين. اللهم انصر اخواننا في فلسطين وفي اهل غزة خاصة، اللهم ارفع عنهم الظلم والاضطهاد، وأن تعيد لهم الأرض المقدسة، وأن تجعل المسجد الأقصى حرا شريفا آمنا، اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اذكروا الله يا بنات، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. يلا بينا نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. هنا انا ضفت كل المكونات مع بعض، اللي هو المسحوق بتاعي السايب مع المسحوق اللي هو الباهي او الاوكسي، اي نوع تحبيه، بس الباهي يعني ب37 جنيه، سعره ارخص شويه من الاوكسي، وهو كيلو من ده وكيلو من ده. حطيت عليه ب10 جنيه من الزهره البيضه، بتجيبيها كده برضو من عند بتاع المنظفات، تقول له عايزه ب10 جنيه زهره بيضه. بتضيفي عليهم معلقه كبيره من البيكنج صودا ومعلقه كبيره من ملح الليمون، وتقدري تضيفي زي ما قلت لك ربع كوبايه من ملح الليمون وربع كوبايه من البيكنج صودا. بينضفوا وما بيأثروش على الغساله خالص، دي للغساله اللي هي الفوق اوتوماتيك، وتقدري كمان تعمليها للغساله العاديه برضو لو تحبي. هرجع كل المكونات دي بقى مع بعضها كده، وهحطها في العلبه بتاعت المسحوق بتاعتي، تقعد معايا بقى 20 يوم، تقعد معايا 3 اسابيع، تقعد معايا اسبوعين، بس تقعد معايا شهر كامل، زي ما تقعد معايا على حسب بقى كمية الهدوم اللي انا هستخدمها او اللي انا هغسلها في الوقت ده. تعالوا بقى نتعرف مع بعض ازاي نضيف كمية المسحوق بتاعتنا دي في الغسالة، وازاي نغسل بطريقة صحيحة علشان الهدوم بتاعتنا تطلع نضيفة ان شاء الله. انا باخد مكيال كده من المسحوق بتاعي، وبغطي العلبة بتاعتي، لازم تغطيها كويس جدا علشان تفضل محتفظة بالروائح بتاعتها وتفضل الريحة قوية كده. خدت كوبايه بقى من المسحوق على حسب كميه الغسيل بتاعنا، وضفت له هنا حوالي لتر من الميه، وهنزل عليهم كمان بمعلقه كبيره من الخل. الخل هنا هيخلي البيكنج صودا وملح الليمون يفوروا معايا ويدوني تركيبه حلوه جدا، هتنضف وتزيل كل البقع باذن الله. هقلب المكونات دي كويس جدا، المهم ان انت تقلبيها كويس جدا قبل ما تحطيها في الغساله علشان الزهره البيضه وكل المكونات والمسحوق والحاجات دي كلها تدوب معانا. انا شغلت الغساله وسبتها تملى بالطريقه اللي هي عايزاها، يعني انا بحط المسحوق في الغساله وبعمل تشغيل بس، هي بقى بتملى الميه. يعني هنا عامله مستوى الميه عندي وسط، هي ملت مستوى الميه اللي هي عايزاه وابتدت تشتغل. ابتديت اضيف لها كميه المسحوق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بالطريقه دي. يعني اعملي غسيل بس ووقفيها ترتاح شويه، هتطلع معاكي الغسيل زي الفل باذن الله. ودي طريقه مجربه، اتمنى ان انتوا تجربوها. ولو حابين تعرفوا طريقتي بالتفصيل في غسيل الهدوم بتاعتي سواء ابيض او الوان، اكتبولي في التعليقات وان شاء الله اعمل لكم فيديو تفصيلي بكل الحاجات دي. وبكده يومنا النهارده يكون خلص. اتمنى ان افكارنا النهارده تكون عجبتكم، واشوفكم ان شاء الله في يوم جديد من ايام طباخة مصرية، والسلام عليكم.